عارفين انا اكتشفت حاجه ان 75% من الناس اللي بتتفرج على القناه مش مشتركه. انا مش عارف ليه. هتخسر ايه لو نزلت دلوقتي حالا رحت عملت سبسكرايب وانت طالع كده عملت لايك للفيديو؟ مش هتخسر اي حاجه، ولا اليوتيوب هيدفعك فلوس، ولا انا هدفعك فلوس، ولا حد هياخد منك اي حاجه خالص. هو بس ضغطه ماوس او ضغطه شاشه لو انت في موبايل، يعني سبسكرايب ولايك، سهله جدا. قبل ما ابدا بس حابب اخد رايكم في السيت اب ده. ايه رايكم؟ هو طبعا نفس السيت اب اللي انا بعمله من 10 فيديوهات تقريبا، بس ايه، انا غيرت الالوان اللي كانت ورايا كده وخليت الموضوع ورم كده شويه، نور دافئ كده شويه ونور خافت كده. يعني شوفوا انتوا تحبوا المنظر ده ولا المنظر ده. طيب النهارده معانا موبايل مدجج. ايه مدجج دي؟ تقيله قوي، مليان امكانيات، يعني تحس ان الموبايل ده هينفجر من كتر الامكانيات اللي فيه. حط ارقام، حط كل حاجه في اي حاجه. الشركه جت كده عملت سيلكت اول على كل الارقام وكل الامكانيات اللي انت ممكن تلاقيها في اي موبايل. والغريبه ان الموبايل ده مصنف ان هو فلاج شيب كيلر. هو مش فلاج شيب او مش باسعار فلاج شيب بتاعت دلوقتي. والموبايل اللي انا بتكلم عليه النهارده هو الريلمي جي تي 3. وزي ما انا قلت لكم من شويه ان هو هينفجر من الامكانيات، حرفيا مليان امكانيات وارقام يعني يمكن ما تلاقيهاش اصلا في موبايلات فلاج شيب دلوقتي. فتعالى مثلا اقول لك على الشاشه. مثلا يعني 6.7 بوصه من نوع اموليد، 1 بليون لون، 144 هرتز، بتدعم ال HDR 10 بلس، والبيك برايتنس او اعلى سطوع في الشاشه دي بيوصل ل 1400 نت. الشاشه حتى مليانه ارقام، 144 هرتز، ما اقولكش مثلا 120 هرتز وخلاص، 144 هرتز. شفناها طبعا في موبايلات قبل كده بس ما بتكونش كتير، يعني اللي بيعدي عليه 144 هرتز بيكون غريب بالنسبه لي. طبعا اموليد بتدعم ال 1 بليون لون وبتدعم ال HDR 10 بلس، والبيك برايتنس بتاعها عالي جدا. الحواف بتاعتها صغيره جدا، يعني حتى بصوا الحافه اللي تحت قد الحافه اللي فوق قد الحواف اللي في الجناب، فتحس ان الموبايل بازلس كده او من غير حواف تماما. ما عندناش بس غير الهول بانش نوتش او الكاميرا، واللي جايه حجمها صغير برده. الشاشه طبعا تحفه، اموليد 1 بليون لون، تولد الوان حلوه جدا، وال 144 هرتز حرفيا باينين قوي حتى لما تستخدم الموبايل عادي. يعني لما تتصفح كده بين القوائم، سكرول كده في الفيسبوك، هتلاقي شاشه سريعه جدا، اسرع كمان من ال 120 هرتز، والفرق ده واضح جدا. طيب اكيد الناس هنا ما وقفتش عند الشاشه. البروسيسور اللي في الموبايل ده سناب دراجون 8 بلس جن 1، مش احدث بروسيسور من سناب دراجون، بس هو يعتبر لسه لغايه دلوقتي من اقوى المعالجات اللي نزلت من سناب دراجون في الموبايلات الاندرويد بشكل عام. وهنلاقي هنا الرامات بتيجي بسعه 16 جيجا رام، وذاكره داخليه بسعه 1 تيرا من نوع UFS 3.1. 16 رام 1 تيرا. ايوه انا عارف ان في نسخ 256 و8 رام، في نسخ كتير قوي من الجهاز ده، ولكن النسخه اللي انا بجربها هي ال 16 رام 1 تيرا. خلاص قفلنا الدنيا، خلاص ما تتكلمش معايا، تمام. مع ال 144 هرتز انت متخيل الاداء الموبايل ده عامل ازاي؟ الموبايل حرفيا صاروخ، مفيش اي انيميشن بتقف قدامه، مفيش اي برنامج او لعبه او اي حاجه هتشغلها على الموبايل ده اذا كانت تقيله جدا. حتى لو عملت مونتاج لفيديو 4K على الموبايل ده مش هيحصل له اي حاجه ومش هيهنج تماما. وطبعا اللي مساعد الموبايل ده ان هو يعمل كده هو السوفت وير بتاع ريلمي. انا شخصيا مسكت الريلمي X50 برو لمده سنتين كموبايلي الرئيسي، والحقيقه واجهه ريلمي واحده من اسهل واخف الواجهات واكتر الواجهات اللي فيها فيتشرز انا جربتها. يعني واجهه فيها فيتشرز، مليانه فيتشرز جدا، وفي نفس الوقت خفيفه جدا، فاهم؟ فزي ما قلنا اداء الموبايل ده انا مش محتاج اتكلم خالص. مش هقعد بقى اقول لك ايه شغل الفيسبوك والواتساب ويشغل ببجي مش عارف على موبايل طياره. خدها مني، الموبايل ده واحد من اسرع الموبايلات اللي انا جربتها السنه دي. بطاريه الموبايل ده 4600 ملي امبير. هتقول لي ايه يا عم 4600 يعني مش قصه، يعني فين الارقام المدججه والكلام الغريب اللي انت بتقوله في الاول الفيديو ده؟ هقول لك ان الموبايل ده بيجي بشحن بقدره 240 واط. 240 واط. احنا دلوقتي كان عندنا 65 واط وكان سريع جدا بيشحن الموبايل في نص ساعه، وبعدين بقى عندنا 120 واط، وبعدين 160 واط، دلوقتي 240 واط، يعني تقريبا 3 اضعاف ال 65 واط السوبر فوك بتاع ريلمي اللي هو من السنه اللي فاتت. اسمع دي بقى، الموبايل ده بيشحن من 0 ل 100% في 10 دقائق. 10 دقايق يشحن لو الموبايل فاصل خالص ل 100%. تقدر ان انت تستخدم الموبايل ده 7 ساعات سكرين اون تايم، 7 ساعات استخدام متواصل، 10 دقايق بالظبط. رقم حرفيا مش طبيعي. طيب يا عم انا ما عنديش 10 دقايق اضيعهم في الشاحن، انا رجل اعمال دلوقتي، الوقت عندي بفلوس. ايه 10 دقايق دي كتير جدا. الموبايل ده بيشحن من 0 ل 50% في 4 دقايق. حط الموبايل 4 دقايق، لف كده بس اشرب كوبايه ميه، تيجي تلاقيه 50% تنزل. ومش هتحس بالكلام ده غير لما تجرب الموبايل ده والبطاريه تبقى 10% مثلا 8% وخلاص هيفصل. تحط الموبايل على الشاحن مفيش 100%.
ما في، انت ما بتحسش اصلا بال10 دقايق دول. فاكن البطاريه عندك التيميت، البطاريه ما بتخلصش، فاهم؟ البطاريه 7 ساعات تخلص، 10 دقايق اخد 7 ساعات تاني، 10 دقايق اخد 7 ساعات تاني، فاهم؟ تحفه الصراحه. الموبايل ده فيه سماعات ستيريو، سماعات قويه جدا جدا. تعالوا اسمعها لكم. صوتهم حلو قوي ونقي، وفي بيز كويس قوي على موبايل. يعني الموبايل كمان فيه هابتك فيدباك، او الفايبريتور اللي في الموبايل هنا بيديك نقرات ونبضات كده بتحسها، والهابتك فيدباك ممكن تتحكم في قوته، ولما تعمله اقوى حاجه بيبقى قوي جدا. الموتور او الفايبريتور اللي في الموبايل ده نظيف جدا. عندنا كمان حركه حلوه قوي الصراحه، عشان ده ريلمي جي تي موجه للاداء والجيمنج والحاجات الخطيره جدا. فعندنا هنا مستطيل بينور RGB. المستطيل ده بينور لما يجي لك نوتيفيكيشن، لما يجي لك مكالمه، لما يجي لك حاجه وانت مثلا حاطط الموبايل ده على وشه، هتلاقي المستطيل ده نور باللون اللي انت عايزه. او لما بتدخل على الجي تي مود، يعني اول ما تدخل من الجي تي مود هتلاقي على طول المستطيل نور، وبتتحكم برضو في اللون اللي انت عايزه لما تدوس جي تي مود. ايه الجي تي مود ده؟ هو بيفتح كل البرفورمانس بتاع الجهاز. يعني لو انت هتلعب لعبه تقيله جدا، لو انت هتعمل حاجه تقيله جدا، ادخل على الجي تي مود ده، هيوقف اي حاجه بتوفر بطاريه، وهيشغل الجهاز على اعلى الامكانيات. هيستخدم كل امكانيات الجهاز ده في سبيل ان هو يديك برفورمانس. بس ما تسالنيش على البطاريه، تمام؟ ولو ركزنا جوه المستطيل هنلاقي البروسيسور. انا ما اعتقدش ان ده البروسيسور، يعني اعتقد ان ده رسمه مثلا او حاجه. هنلاقي برضو البورد بتاع الموبايل او البورده باينه بتاعت الموبايل، حركه كده تحت ازازه شفافه، حركه حلوه قوي. وعموما ديزاين الموبايل نفسه حلو قوي صراحه. الموبايل رفيع، الموبايل واخد كيرف كده من ورا او انحناء كده عشان مسكته تبقى مريحه. الموبايل هنا جاي باللون الاسود مط، ظهر هنا مصنوع من الازاز، والفريم هنا مصنوع من المعدن. الخامات بتاعته بريميوم، خامات الموبايل عموما بريميوم. هنلاقي مستطيل الكاميرات هنا برضو مصنوع من المعدن، والموبايل شكله شيك. يعني انا عاجبني قوي الاسود المط. الديزاين بتاع الموبايل ده تحسه ان هو جد، تحس ان هو جاي داخل كده يقول لك انا بتاع اداء، فاهم؟ حتى مبين لك البروسيسور اللي جوه، فاهم الفكره؟ الموبايل برضو فيه اولوز اون ديسبلاي، والاولوز اون ديسبلاي هنا تحكماتها يعني لا نهائيه حرفيا. انا عاده ما بتكلمش على موضوع الاولوز اون ديسبلاي، او مش بتكلم على تفاصيل اللي بتبقى في الموبايلات، يعني انا بتكلم على المهم، فاهم؟ عشان الفيديو ما يطولش قوي، ما نعملش فيديو 15 و16 دقيقه، فبتكلم على المهم. لكن الصراحه الاولوز اون ديسبلاي هنا لفتت نظري بشكل مش طبيعي، لان الديزاينات بتاعتها او التصميمات بتاعتها حلوه جدا جدا، وبتخليك ان انت تتحكم في كل شيء. ممكن تعمل ديزاين من اول وجديد في الاولوز اون ديسبلاي بتاعت الموبايل ده. عندنا كمان حاجه صغيره كده اكتشفتها في الموبايل ده، ان في هارت ريت سنسور او قياس نبض القلب، حساس قياس نبض القلب في الفينجر برينت سنسور او بصمه الصباع بتاعت الجهاز ده. بمعنى ان انت ممكن تقيس نبضات قلبك من خلال الفينجر برينت سنسور او البصمه اللي تحت الشاشه. وبالمناسبه البصمه اللي تحت الشاشه شغاله بشكل سريع جدا، بص ما بلحقش احط اصلا صباعي، تمام؟ وطبعا انت لو كملت الفيديو لغايه دلوقتي ربنا يخليك، انت راجل زي الفل. هتقول لي فين الكاميرات يا عم؟ انت اتكلمت على كل حاجه جامده وكل حاجه دمر الدنيا، فين الكاميرات؟ هقول لك ان انا قاصد اسيبها للاخر، لان كاميرات الموبايل دي مش مميزه. وهنا هتيجي تقول لي انت قلت في اول الفيديو ان ده موبايل مدجج بالامكانيات ومليان وهينفجر وبتاع. الموبايل ده موجه للاداء، وده باين جدا من السبيكس بتاعه. الموبايل ده مش موجه للتصوير بشكل عام. عشان كده عندنا كاميرا رئيسيه هنا بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، وهنلاقي كاميرا مايكروسكوب 2 ميجا بكسل. وكاميرا المايكروسكوب هنا غير كاميرا الماكرو، ولكن غير كده الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل. هي هتديك صور كويسه جدا زي ما انتم شايفين، كويسه جدا، بس مش متوافقه مع امكانيات الجهاز، فاهم؟ يعني مش كاميرات فلاج شيب، هي كاميرات فئه متوسطه عليا. كاميرات كويسه هتعتمد عليها الدايناميك رينج، والالوان حلوه قوي زي ما انتم شايفين، والنايت مود بتاع الموبايل ده حلو قوي. وكمان لو عايز تصور فيديو، الموبايل ده بيصور فيديو بدقه 4K 60 فريم في الثانيه. الكاميرا الاماميه هنا نفس الكلام 16 ميجا بكسل، هتديك صور سيلفي كويسه، بس مش افضل حاجه، او برضه هرجع واقول ان هي مش متوافقه مع امكانيات الجهاز الجباره اللي احنا قلناها. عشان كده انا سبت كاميرات للاخر، لان الموبايل ده لا يمتلك افضل كاميرات في العالم. يا سلام. ولكن بغض النظر عن الكاميرات، الصراحه الموبايل ده واحد من اسرع الموبايلات اللي انا جربتها. اسرع شحن انا جربته في حياتي حرفيا 10 دقايق دي انا عمري ما شفتها. وال50% لو عايز توصل من 0 ل 50% في 4 دقايق، رقم غريب جدا. حركه البروسيسور اللي باين تحت الازاز، وحركه برضو المستطيل اللي بينور ده في النوتيفيكيشن، حركه حلوه قوي. انا بحب الحركات اللي هي في الاجهزه عشان ما تملش منها، فاهم؟ ما يبقاش جهاز كده مصمت ممل. مصمت، يا سلام.
الجهاز برضو فيه فيتشرز او امكانيات مستخبيه حلوه جدا جدا، زي ان انت ممكن تقيس نبضات قلبك، زي الهابتك فيدباك اللي في الجهاز ده حلو جدا، السماعات بتاعته الاستيريو حلو قوي، موضوع الجي تي مود اللي بيعلي البرفورمانس للاخر ده حلو جدا، الاولويز اون ديسبلاي مش طبيعي في الموبايل ده حلو جدا. وريل مي عموما بتعمل فيتشرز او امكانيات في السوفت وير انا لو قعدت اتكلم عليها من هنا لبكره مش هخلص الصراحه. فالموبايل ده لو انت عايز اداء رهيب، اداء خرافي حرفيا، 16 جيجا رام 1 تيرا و144 هرتز من الشاشه الخرافيه بتاعت الجهاز ده، اداؤه مش طبيعي. وعايز شحن اداؤه صاروخي، يعني انت عايز اداء من الاخر هتجيب الموبايل ده. بس لو انت بتحب التصوير والكاميرات، كاميراته حلوه قوي بس مش افضل كاميرات في العالم. تمام. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الريلمي جي تي 3. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد على كل كومنت هيجي لي كالعاده. اكتب لي رايك في الموبايل ده في الكومنتات او اسالني اي حاجه في الكومنتات هرد عليها ان شاء الله، ربنا يقدرني. الاهم ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، او لو ما عجبكش هتعمل لايك برضو. انزل اعمل سبسكرايب ولايك دلوقتي حالا. بس كده، كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.